شوفي يا ماما، عايزه تعملي احلى حته لحمه لزوجك تبهريه بيها؟ تابعيني. هنعمل عرق فليتو بصوص الفلفل، وممكن نعمله باي قطعيه ستيك انتوا بتحبوها. اول حاجه هنقطع العرق، وطبعا هنخلي بالنا لان دي اطرى حته لحمه في اللحمه كلها. هنقطعها تقريبا سمك سنتي، وهننزل بشويه حلوين من الزبده. طبعا الزبده دي هتوضي الوصفه في حته تالته خالص، ورشه زيت عشان الزبده ما تتحرقش، وممكن كمان من غير زبده خالص لو مش متوفره. واول ما الطاسه تسخن خالص هننزل بالعرق، وتكون النار عاليه جدا عشان تاخد الصدمه وتتكرمل. وننزل بالفلفل المجروش ورشه جوز الطيب وملح. واول ما تاخد اللون الجميل ده هنقلبها، ونحاول ما نقلبهاش كتير عشان ما تنزلش الميه بتاعها. ولو هتنزلوا بكميه كبيره على حسب عدد الاسره هننزل بالتدريج عشان الطاسه ما تبردش واللحمه تنزل ميتها وما تبقاش جوسي. ونص كوب شوربه او ميه وعليها مرقه دجاج. لو اخدت بالك انا ما نزلتش بملح لان مرقه الدجاج دي فيها ملح كتير جدا، واول مره اشوفها بصراحه، لكن هي جايه لي من المانيا. وهنسقسق بها اللحمه كده وعليها نص كوب كريمه، وبالعافيه. لازم تجربوها يا جماعه، خطيره جدا، جربوها على ضمانتي. سلام.